يا حبيبي وابني انت وهو، انت ليه مقتنع ان انت كخريج، انت خريج جامعة فانت كده معاك شغلانة؟ لا، الشهادة مش شغلانة الا لو انت دكتور او صيدلي. دول الحاجتين تقريبا اللي في البلد اللي ممكن تشتغل على طول اول ما تتخرج. غير كده اي شهادة جامعية حتى لو هندسة ما تعتبرش هي دي شغلانة. لسبب، لان انت لما تطلع من الجامعة مش هتلاقي شغل بشهادتك. يعني مش هتطلع تلاقي نفسك اتعينت في حكومة او انت موظف بشهادة. الكلام ده خلص من التسعينات. الشهادة دي يبقى انت اتعلمت المفروض وارتقيت لمستوى ان انا بقيت معايا بكالوريوس او معايا ليسانس، راجل متعلم. لكن مش معناها ان انا معايا وظيفة او معايا شهادة او انا ضامن اطلع اشتغل. لا، وانت في الجامعة لازم تشتغل على نفسك. لازم تشتغل في البرمجيات او تشتغل في الالكترونيات او تعمل تاخد كورسات في لغة. لازم تحضر نفسك ان انت بعد ما تتخرج عندك كذا سكة ممكن تمشي فيها. تتعلم صنعة، دي سكك ممكن تجيب لك فلوس او تشتغل فيها. لكن تعتمد على ان انا خريج جامعة، لا هتتقدم خطوة ولا هتتحرك من على السرير. الشهادة الجامعية لوحدها ما تشغلش وما تعملش مستقبل وما تخلكش بني آدم. الشهادة الجامعية لازم جنبها ان انا اتعلم حاجة، يبقى ميولي في حاجة واتعلمها علشان اقدر بعد ما اتخرج من الجامعة الاقي شغلانة اشتغلها. غير كده هتفضل قاعد جنبها. يتوب علينا ربنا.